بسم الله صباح فتاح. تو نديروا فطور متكم. بسم الله ما شاء الله. حنبدأ من الصفر، حنجهزوا طنجرة فطور من اللي يحبها قلبك. توكل على الله ويلا. ما شاء الله. تو اللي بعده. موضوعنا اليوم حنديروا طنجرة متواضعة مفروم. واحد من نص الشعب يحبوا يفطروا بروتين على الصبح، كبدة، مفروم، قلاية إلى آخره. المفروم اليوم حنديروا بطريقة متكمة وصحية ما استطعنا. توكل على الله. أول شيء نحط سلمة إبل، طبعا هي بديل للية، أقل ضرر، لكن كل شيء يكون باعتدال. طريقة البصل نقطعوه بدون ما يكون متدمع. هيك البصل ما شاء الله طيب، ولو بنحطوه بعد ما نحطوا المفروم برضه ما فيش مشكلة، لكن هيك يطعم وأحسن. هو مفروم ما فيش فكرة، لكن شو السبب اللي يخلينا نحطه رجار؟ خصوصا جماعة المطاعم واللي يذوقها منك يبدأ ديما يجيك. كملوا باقي الخطوات. في إشكالية ديما عند الناس، يحبوا الأكل الأحمر في الطعام في نفس الوقت يشكوا من الحموضة. شو الحل اللي نديروه؟ طماطم طبيعي والوان طبيعية لكن بدون حموضة. الحل كالتالي: الحل نحط له البابريكا مسبونية، أو البديل متاعها إنك تجيب فلفل حلو وتدير منه هريسة مثلا، حتعطيك صبغة ولون طبيعي ولا تشكي من ماتك لا شيء. زار صافي. آخر شيء حرارات وفي الملح في النهاية. تو خلوه يطيب على مهله، هنشوف اللون في النهاية شو يصير فيه. بسم الله ما شاء الله. مفرومنا جاهز، هذا اللون اللي نبوه. تو نجهزوا الخبزة. ردوا عليه بعد نص ساعة. بسم الله ما شاء الله. تو الشكل النهائي وسندويش مثالي. بسم الله. واحد بهريسة والثاني لا، الجرجير فيه الاثنين مسير. الحمد لله. لكن خبزة لا قوة إلا بالله. شوف بجوك صاحب مطعم، تبي تمتع زبونك، تبي تدير زبون، دير خبزتك بروحك وبعدها فكر شنو الصنف اللي تبي تديره. اللهم بارك. بسم الله. هذا مشروب سيلفر نمسحه به. بسم الله. بسم الله. بالنسبة لمشروب سيلفر هو صناعة وطنية، العلم ماهوش مقاطعة، وماذا بيكم تشجعوا منتج بلدكم. بسم الله. الباقي ما شاء الله يمشي لأصحاب النصيب. بالمناسبة إن شاء الله حنكون متواجد في معرض مينا فود بنغازي النسخة الثانية، اللي هي من الفترة المقامة من يوم 22 إلى يوم 25/9 شهر الجاي. حتكون فيها أجواء جدا قوية، نحن بانتظاركم وتنورونا. منورين.